النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى ديك رومي، وطبعا ديك الرومي ده وزنه 9 كيلو وربع. ونعمل معاه الرز بتاعه، بس هو الرز طبعا مش هعمله النهاردة، لأن أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده اللي هو الرز المندي، وطبعا كان مطلوب معاه سرفيس المحاشي والممبار زي ما انتم شايفين كده. الممبار هعمله معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس يا ريت يعني تشوفوا الوصفة يعني تعملوها بالظبط، لان هي فعلا هتبقى سهلة. احنا عندنا في حاجة اسمها محلول نقع، دي اول حاجة هنعملها في الديك الرومي بعد ما نغسله كويس قوي. يعني الغسيل ده حاجة عادية. اول حاجة هنعمل محلول النقع. هيبقى معانا ورق لوري وحبهان وكزبرة حبوب وكمون حبوب وقرفة خشب وفلفل حبوب، وكمان توم متقشر ومتقطع انسس، بصلة متقطعة، قرنفل وزعتر ناشف، زعتر مش فريش يعني، سكر وملح وعصير ليمون، وعصير الليمون وقشره، وقشرة برتقان اللي انا هعصره طبعا بقى عشان هحتاجه بعد كده، وخل. هنحط مثلا نص فنجان خل او يعني 4 5 معالق خل كده، مع المية دي. وطبعا هنجيب زي ما انتم شايفين طبق كبير جدا يكفي الديك وزيادة، يعني بحيث ان احنا نغمس الديك كله في المحلول ده، وفي الطبق ده يبقى متغطي كله بالمحلول بتاعه. عايزة اوريكم بس شكل المية قد ايه شفافة، وشوفوا بعد كده لما الديك يتنقع 12 ساعة هتشوفوا شكل المية عامل ازاي. وعايزة اقول لكم ريحته كانت جميلة جدا. طبعا حطينا الديك 12 ساعة في التلاجة. طبعا ما ينفعش يتحط غير في التلاجة. وقبل ما يطلع بنص ساعة بدأنا نحضر الحاجة التانية اللي هو محلول الحقن. تمام، لان لازم الديك يتحقن عشان لحمه يبقى طري من جوه وطعمه حلو ومستوي كويس وريحته جميلة، وكمان يبقى متبهر كده وجميل. محلول الحقن عبارة عن لبن وعصير برتقان وعصير ليمون وزيت وتوم باودر وبصل باودر وزبادي ومية بصل، ونحط شوية ملح صغيرين في الآخر، مش كتير ملح لأن في عصير ليمون وفي عصير برتقان وفي زبادي بيبقى شوية. وطبعا التوم البودرة والبصل البودرة، يعني ظبطي ملحك عشان ما يبقاش الصدر حادق قوي او يبقى اللحم من جوه حادق قوي، لان لسه هنعمل تتبيلة تانية. هنخلط كل ده مع بعضه زي ما انتم شايفين كده، وهتشوفوا هنعمل بيه ايه دلوقتي. والله طلع جميل جدا، يعني الناس كلموني عنه قالوا لي تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك، رائع جدا جدا. فهتشوفوا دلوقتي. المية دي بعد 12 ساعة طلعناها. عايزة اقول لكم لحمه، اللحم بتاعه والانسجة طرية جدا جدا من النقع بتاعه، من المحلول اللي اتنقع فيه. وعايزة اوريكم شكل المية بعد ما اتنقع. شايفين الفرق؟ كل الحاجات اللي في الديك الرومي ده نزلت، وكمان اخد من ريحة كل الاعشاب اللي احنا حطيناها وكل المكونات اللي احنا حطيناها. اصبحت ريحته جميلة جدا ولحمه وانسجته طرية جدا. كده انت هتضمني ان هو يستوي معاكي بطريقة صح جدا جدا، ومش هياخد معاكي وقت في التسوية خالص. المرحلة اللي بعد كده طبعا انت خديها مرحلة مرحلة وما تزهقيش وما تمليش، لان هي سهلة وبسيطة جدا، بس هي عايزة شوية طول صبر، وكمان هتقدمي لضيوفك احلى حاجة وده المطلوب. طبعا احنا جبنا مناديل قوية جدا، اللي هي المناديل الورق الناشفة مش الخفيفة، وبدأنا ننشف الديك الرومي كويس قوي من جوه ومن بره وبين الصدر والوراك وكل حاجة. هتلاقي بقى حتة قرفة خشب هتشيليها، هتلاقي ورقة لوري هتشيليها، هيقابلك حاجات دي، قشرة برتقان، مفيش اي مشكلة خالص. جبنا سرنجة. المفروض ان كنت اجيب السرنجة المخصصة، بس للأسف ما لقيتش الحجم الكبير قوي، فجبت دي كويسة. وادي المحلول اللي انا هحقن بيه الديك. في حاجة انا عملتها عايزة اقولك عليها، طبعا عشان كان في زبادي في الموضوع وكان فيه مية بصل، وانا باخد بالسرنجة بدأ يعكسني شوية، فبدأت ان انا اصفي المحلول بتاعي عشان يديني نتيجة حلوة. وفعلا بعد ما صفيته بدأت الحقنة تمشي كويس قوي، او السرنجة تمشي كويس قوي.
احنا واخدينها، انا واخداها معاكم واحده واحده اهو، بتحقيني كل الديك الرومي بتاعك من اوله لاخره. بس اهتمي بالصدر شويه، لان الصدر بيبقى طبقات لحم كتير على بعضها، فمحتاجه توصلي للعظم من جوه عشان اللحم بتاعه يبقى طعمه جميل جدا جدا، وهيبقى متحمر من جوه، قصدي متحمر من بره، وهيبقى طري وجميل وطعمه جميل جدا من جوه. والف هنا وشفا للي اكل واللي هيعمل. خلاص خلصنا، حطينا كل الكمية اللي كانت عندنا وظبطناه خالص اهوت، ما شاء الله جميل جدا. بعد كده بتيجي المرحلة اللي هي التتبيلة بتاعة الديك الرومي. ما انا قلتلك هناخدها مرحلة مرحلة، بس ما تزهقيش، وصدقيني انا بديك الخلاصة. التتبيلة عبارة عن مية بصل وتوم بودر وبصل بودر وشطة وشوية شطة، لو انت عايزاها سبايسي شوية بس هو بيبقى حلو جدا، شوية شطة صغيرين كده، شطة حمراء، وفلفل اسود، وزعتر برضو، زعتر ناشف، لان احنا هنستخدم الزعتر الناشف والزعتر الفريش، وعصير برتقان وعصير ليمون وزبادي وثلاث معالق صلصة كبيرة، وشوية ملح صغيرين وبشر ليمون وتوم مفروم وزيت وزبدة. هنقلب كل الحاجات دي في بعضها. انا كده دلوقتي حطيت كل المكونات، بس لسه هحط الزيت والزبدة. حط زبدة نيوزيلندي اصلية، لان بتخلي طعمه حلو جدا جدا، مع شوية زيت عشان الزيت برضو بيلمع وبيطر من جوه شوية. هنا معانا روزماري فريش ومعانا زعتر فريش، بيدي طبعا نكهات فظيعة جدا، لان احنا هنتبل الديك الرومي من كل حتة فيه وهندلعه احلى دلع، فما تستخسريش فيه اي حاجة خالص يعني. هنبدأ بقى نحط التتبيلة بره وجوه وبين الصدر والورك وفي الرقبة وتحت الجناح وفي الجناح. المهم ان احنا هنعمل له مساج حلو قوي قوي بالتتبيلة دي، وما تستخسريش فيه اي حاجة، لان ده اللي هيدي طعم حلو جدا جدا مع الحقن اللي احنا حقناه. الحقيقة الديك بيطلع فظيع جدا جدا جدا. ولسه هنضيف له حاجات تانية، زي ما احنا شايفين بندلكه كويس قوي، وبياخد حقه في التدليك عشان كل الديك يتبل حلو قوي قوي قوي. تمام. ومن رقبته جوه ومن بين يعني يحط كل حاجه. كان عندنا طفل البصل مش هنرميه، وتفضل شويه تتبيله هاخدهم على بعض واحطهم جوه بطن الديك، هحطهم جوه البطن وبين الصدر والورك. طبعا برضو هيدي ريحه وطعم حلو قوي قوي يعني. خدي الميه تبلي بيها، وخدي كمان التفل بعد كده مع شويه تتبيله حطيهم جوه بطنه وكمان بين الصدر والورك. نيجي بقى المرحله الاخيره اللي قبل ما نحطه في الصينيه، بنورق جلد الصدر، بس بالراحه وبشويش. انا طبعا مجريه الصوره فبيبان ان انا بعمل بسرعه، بس انا كنت بعمل بالراحه قوي. وخلي بالك ما تفتحيش من عند الرقبة، يعني خليها مسدودة من عند الرقبة عشان الزبدة بتاعتك ما تقعش من الناحية التانية. وهيكون عندك زبدة نيوزيلندي بكمية كبيرة، تحطي طبقة من الزبدة النيوزيلندي، ما تحطش فيها اي حاجة خالص، ما تحطش فيها اي تتبيلات ولا اي حاجة، لان انت اصلا اوريدي عندك التتبيلة جاهزة، وهتبطني بيها بين اللحم والجلد الصدر كله، كل الصدر، وتبططي عليها كده، لان دي اللي هتخلي كمان الطعم حكاية تانية خالص بجد والله. كده خلصنا الحمد لله رب العالمين تتبيلة التتبيلة كلها والحقن وكل حاجة. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنسوي فيها، لازم نفرش للباشا ده فرشة كويسة، فهنحط له بقى الجزر والطماطم والبصل والفلفل الالوان الاخضر والاصفر والاحمر، وكمان الكرفس، مهم جدا تحطي كرفس في الوقت ده، وكمان الطماطم صغيرة وكبيرة، وبصل صغير وكبير زي ولو عايزة تحطي بطاطس حطي، بس انا ما حبيتش الحقيقة ان انا احط بطاطس. نفس المكونات دي هحشي بيها الديك الرومي برضو، نفس المكونات اللي انا حطاها في الصينية دي حشيت بيها الديك الرومي، مع كمان الزعتر الفريش والروزماري الفريش. اوعي تنسي الزعتر والروزماري والكرفس مع الخلطة دي. اتفضل بقى شوية خلطة هم صغيرين، حطيت عليهم شوية مية يجي نص كوباية او كوباية الا ربع، هم دول اللي هحطهم، ومش هحط مية تانية خالص خالص خالص. تمام. وحطينا بقى الكبدة والقنصة والرقبة والحاجات دي.
وطبعا بص يعني هو كده، جناحاته حطيناها تحت رقبته كده زي الحمام، نفس طريقة الحمام، ما تشيلش الضوافر خالص بتاعت الديك. وكمان كتفناه. في ناس بتربطه، بس انا الحقيقة كان المفروض اربطه بس ما ربطتوش، بس هو كان المفروض تربطه، واقول لكم ليه في الاخر. بدأنا نحط ورق زبدة طبقتين، وحطينا بقى طبقتين، بس انا طبعا مجرية الفيديو طبقتين على بعض، يعني ورق فويل، وكتمته خالص خالص عشان يستوي كويس قوي قوي قوي، لان هو هيستوي في الفرن في البخار، مش هحط له اي حاجه تانية بقى خالص، يعني هيستوي كده بالصوص بتاعه، بالخضار بتاعه، بالميه اللي نازله منه. عايزه اقول لكم بعد ساعه ونص شميت ريحه حلوه كده، والله شميت ريحه حلوه كده. فبفتح لقيت بسم الله ما شاء الله، بحط الشوكه في الديك لقيتها بتغرز، وريحه الشوربه بتاعته، شوفوا الشوربه نازله منه، الصفرة دي كلها شوربه، صوص نازل منه من الزبده ومن الخضار اللي محطوط ومن الحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها. سبته كمان، وطيت عليه بقى ساعه، وبسم الله ما شاء الله كان استوى جدا 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 جدا، كمان فوق الجدا كمان، يعني ما فيش حاجة اسمها كل كيلو ياخد مش عارفة قد ايه، لا، انت كل ديك على قد ظروفه وتتبيلته. بعد كده بقى عملت الحاجة الأخرانية، ان انا في الاخر عشان يتحمر كويس عملت له زبدة ومعلقتين كاتشب و3 معالق صلصة متسبكة، ودهنته بالفرشة زي انتم ما شفتوه كده، وحطيته يحمر، بس في حتت احمرت قبل حتت، فكنت حاطه عليها ورقة الفويل عشان ما تتلسعش قوي، وطلع بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه ده. قلت لكم استوى كويس جدا جدا، والمفروض كنت اربطه بس ما ربطوش، بس انتم ممكن تربطوه فعلا. وكنت عامله الرز، طبعا رز المندي رهيب جدا جدا وريحته خطيره جدا. وبدات ارص الصينيه بتاعتي عشان الناس كانوا هيجوا ياخدوها بعد شويه. حطيت طبعا الرز، وحطينا الديك الرومي، عملته بخلة من الشمال، ثبت الورك في الصدر بخلة من الشمال، وثبت الورك في الصدر من الناحية اليمين بخلة طويلة اللي هي بتاعت الشيش طاووق، والحمد لله بقى شكله زي ما انتم شايفين كده. حطيت بقى الخضار كله اللي كان تحتيه حطيته فيه من جوه كده، وبدأت أجرنش بقى بشرايح البرتقال وشرايح التفاح الأخضر أو أحمر أو زي ما انت عايزة، والطماطم الشاري والفلفل الالوان والفلفل الفلفل اصفر واخضر واحمر، وبدات اعمل وردات بقى بالخيار والحاجات دي، وبدات اجرنشه زي ما انت شايفه كده. وطبعا كل واحده ليها طريقه في جرنشه الصينيه بتاعتها. انا الحقيقه جرنشته بالطريقه دي، وكان حلو جميل جدا ومتحمر ومستوي صح جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم ما تستخسروش الزبده النيوزيلندي الاصليه، بتعمل شكل وطعم هايل جدا مع الديك الرومي بجد. امشي بس على نفس الخطوات اللي انا عاملاها كده، وصدقيني هيطلع معاكي سهل في الاخر جدا جدا. والف هنا وشفا. كنت طبعا عامله الزبيب زي ما انتوا عارفين، دايما بنقعه في ميه مغليه هو واللوز، وبعدين اشوحهم بقى كده في حته زبده برضو، بتديني نتيجه حلوه قوي. ادي الزبيب بحطه، بعد كده هبدأ احط اللوز اللي انا نقعته وحمصته وقشرته وحمصته. بس طبعا زي ما انتوا عارفين بدل اللوز تنشيفة شوية في الميكروويف او في فرن البوتاجاز عشان ينشف يشد المية اللي فيه، وبعدين احمصه عشان يبقى مقرمش طول الوقت. وادي الديك الرومي بتاعنا بعد ما خلص، وادي صينيتنا الجميلة. ايه رأيكم فيها؟ يا ريت اللي يشوفها ويعجب بيها ما يستخسرش ان هو يشترك في القناة وكومنت حلو كده. واشكركم جدا على متابعتكم لحد اللحظة دي، وارجو ان الفيديو ما يكونش ممل بالنسبة لكم، انا مختصرها على قد ما اقدر بصراحة. ادي صينيتنا جميلة. كانوا كمان طالبين معاها سرفيس محاشي وممبار، محشي كوسة، محشي بتنجان، فلفل، ورق عنب وممبار، والحمد لله عملناه، وطعم الحاجة عجبتهم جدا جدا، والحمد لله رب العالمين. اشكركم وباي باي.